نحتاج حقيبة صغيرة أو متوسطة مثل هذه حتى ما تأخذ مساحة في الحقيبة المدرسية. والآن خلونا نتعرف على الأدوات اللي داخلها. فينا نضيف ربطات شعر، فمثلا لو حبينا نلم شعرنا أثناء الحصة راح نلاقوا ربطات شعر إضافية داخل الشنطة. أيضا يمكنكم إضافة هذو المشابك للشعر أو مساسك للشعر. أما بالنسبة للمحجبات فأنصح بهذه المساسك، لا أعرف بماذا تسمونها في بلدكم، لكن نعيط احنا مساسك في الجزائر. هي كثير مفيدة وما تقوم بثقب الحجاب أو الشال. ويوجد نوع آخر مثل هذه بالنسبة لتثبيت اللفة، فيكم تستعملوها. يوجد كثير أنواع وكثير أشكال وألوان مختلفة، أنا اخترت الأبيض والأسود. وفي نوع آخر مثل هذا ليكون أكبر عن النوع الأول، لكن حتى نستغل مساحة الشنطة ما راح ناخذ كل هذه الأغراض. راح نجيب قطن مثل هذا ونضيف غرض واحد من كل الأمور اللي شفناها في الفيديو، وبهذه الطريقة نكونوا استغللنا مساحة الشنطة. وأهم حاجة بالنسبة لنا نحن البنات واللي هي طبعا المرآة، فلازم نضيف وحدة صغيرة معنا في الشنطة حتى نقوم بتعديل لفة حجابنا أو شعرنا. ولو كنتي بتحبي العطور فيكي تاخذي علبة صغيرة مثل هذه وتضيفي عليها عطرك المفضل سواء لك أو حتى تخلي ريحة المكان اللي انتي فيه حلوة. والآن دور المرطبات، فلازم يكون عندنا مرطب للوجه لليدين وأهم برودكت اللي هو واقي شمس. لكن كيف فينا ناخذ كل هذه الأمور ونستغل في نفس الوقت مساحة الحقيبة؟ طبعا وما ننسى مرطب الشفاه اللي يعتبر مكون أساسي أو عنصر أساسي في كل حقيبة، خاصة بما أنه فصل الشتاء قرب. وفي نوعين، مثل هذا اللي يكون مغلوق ومثل هذا اللي لازم نلمسه بإيدنا حتى نحط منه، لكن أنصحكم بالأول حتى نتفادى الميكروبات وهيك أمور. طبعا ولا ننسى المعقم، فلازم يكون عندنا بديل نستعمله إذا ما توفر عندنا الماء. والأهم من كل ذلك إضافة فوطة صحية إضافية في الحقيبة في حالة الطوارئ. وفيكم تحطوا أيضا مناديل مبللة أو مناديل عادية. وبهذا تكون حقيبتنا للطوارئ جاهزة، وفيكم تاخذوها لأي مكان مو شرط المدرسة، وراح تحلوا أغلب المشاكل اللي راح تواجهكم إن شاء الله. وهيك نكون وصلنا لآخر الفيديو. فلو حبيتوه لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا في القناة وتتابعوني على انستغرام، الرابط في صندوق الوصف.